يمين وعماد النمر في طرف الملعب الشمال. ترجع الكرة على طول لورا، وادي حضراتكم يضغط كده الكرة اللي فاتت، وشريف إكرامي بقى ترقيصة حلوة. حارس المرمى يدي ثقة، طبعا فيها خطورة وفيها نسبة يعني مخاطرة، ولكن مهارة برضو. حارس المرمى عنده مهارة. هجمة للأهلي منظمة عن طريق محمد شعلان، وشعلان وشوطة حلوة جول. يا سلام محمد شعلان، كرة حلوة. التصويب البعيد سلاح الأهلي، ومحمد شعلان استغل الحقيقة بقى مشوار حلو قوي، وهجمة سريعة مرتدة وهدف رائع للنادي الأهلي. محمد شعلان رقم 18 والمدرجات بتحمر. ادي حضراتكم بقى لقاء قمة. محمد شعلان يتقدم. السيطرة زملكاوية ولكن الخطورة أهلوية. وادي حضراتكم الكرة الماكرة الجميلة من محمد شعلان، قدمه اليسرى، وتروح فين بقى؟ تروح في أجمل بقاع المرمى. يحاول عليها عطعوط الحقيقة بإيده العكسية عشان يقدر أمير عزمي يلعب على طول. أمير عزمي إلى اللاعب شيكابالا صاحب المهارة وصاحب الكورة في الملعب حتى الآن. يعني يمكن مصطلح صاحب الكورة ده بيقال على اللاعب اللي بيحتفظ بالكورة أكتر وقت وهو عايز يعمل كل حاجة في الكورة. لكن هو طبعا لا يقلل ابدا من مهارته وموهبته، لكن المهاره وموهبه لازم تترجم. في احتكاك كده عماد متعب مع اللاعب كريم انور، لكن هنا طبعا الراي للمساعد على طول. عماد متعب واقع كريم انور في ارض الملعب زي ما حضراتكم شايفين. ادي عماد متعب على طول، ومعاه بقى المره دي عامر صبري، وانذار لعامر صبري. ادي النرفزه، انذار لعامر صبري. عامر صبري ياخد انذار من الزمالك، وامير ايضا واخد انذار. هنا بقى المساعد عبد الفتاح شفيع بقى شاف حاجه، بيشير لحكم اللقاء. عماد متعب لعب هداف، ولكن بقول لحضراتكم لقاء قمه. عبد الفتاح شفيع المساعد الثاني اعطى رايه كده لحكم اللقاء. عبد الفتاح شفيع اللي ادى الاشاره اللي فاتت دي حارس مرمى سكه الحديد، وحارس مرمى ايضا في نادي الترسانه وسكه سوهاج. ادي حضراتكم حوار كده، ده والله حوار ما بين خالد عبدون، ده المساعد الثاني عفوا، وخالد عبدون. عماد متعب، هل في قرار من فهيم عمر؟ هنشوف كده حكم اللقاء فهيم عمر اعتقد في قرار طرد. هنشوف كده حضراتكم في طرد، في كارت احمر لعماد متعب. كارت احمر لعماد متعب. حكم اللقاء ادى كارت احمر لعماد متعب. خد انذار في كوره اولى مع كريم انور، وبعد كده خد انذار تاني في الكوره برضو المشتركه مع كريم بدون كوره. قرار سليم على فكره الحكم اللقاء ان اللعبه قدامي، والمساعد خالد عبدون، والمدرجات تشتعل. قول لحضراتكم قمه، لقاء قمه فعلا، لقاء قمه، لكن عايزينه بقى يبقى قمه في الاخلاق وقمه ايضا في الروح الرياضيه. ادي حضراتكم بقى الدور الجميل اللي بيلعبه شريف اكرامي، حوار مع خالد عبدون، ومن حقه يتكلم شريف كقائد الفريق. وعماد متعب بيحصل على الانذار الثاني وكارت احمر. حكم اللقاء فهيم عمر، كارت احمر، طرد لعماد متعب. يمكن يعني حضراتكم ما تابعتوهاش من خلال كاميرات التلفزيون، كان في مباراه جانبيه بين عماد متعب وكريم انور، وكريم انور استخلص احد الكرات من عماد متعب اللي بعتبره يعني احد نجوم المستقبل. الاعصاب والانفلات والشحن الجماهيري الموجود، وايضا انتقل للاعبين. ادي عماد متعب اللي خد انذارين وعشان كده استوجب طرده. عماد متعب طرد في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع. حوار لا يجدي. كابتن فتحي مبروك بيطلب من اللاعبين الامتثال. يتوجه كابتن فتحي مبروك على فكره لرئيس لجنه الحكام كابتن محمد حافظ. يعني يمكن في نرفزه كده في الملعب. جهاز الفني النادي الاهلي. خروج عماد متعب، لاعب هداف، لاعب مميز على فكره عماد متعب. حوار مع فهيم عمر، ورايه من خالد عبدون المساعد الثاني في هذا اللقاء. خالد عبدون هو المساعد الثاني، هو اللي اشار لحكم اللقاء، هو اللي راى الكره. وللشهاده الحقيقه الكره كانت امامي، وكان في احتكاك ما بين متعب وكريم انور. وقع كريم انور، وكان له الراي بقى فهيم عمر انذار ثاني لمتعب، وامتثل الحقيقه متعب. عماد متعب لاعب هداف ونجم الشباب، منتخب الشباب. اعتقد درس لهذا اللاعب، مبقاش فيه نرفزه،
ملعب، والنتيجة تقدم الأهلي حتى الآن بهدف للاعب محمد شعلان. أهلي متقدم بهدف محمد شعلان في الدقيقة 25. أهلي أصبح 10 لاعبين بعد طرد اللاعب عماد متعب. علي ممدوح، ادي عماد متعب، لازم يغادر الملعب على فكرة. عماد متعب اسماء ان شاء الله تسمعوها تتألق قريبا في سماء كرة القدم المصرية. لقاء القمة المصغرة، قمة على مستوى الشباب، ولكن يعني دائما لقاءات الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ما تحفل دائما بالاثارة والندية والقوة، والشوط الاول الحقيقة كان ممتع. على طول الكرة يقطعها أمير عزمي، أمير عزمي مجاهد. كريم أنور، هل يستغل الزمالك النقص العددي النادي الأهلي؟ وادي تصويبة، واستغل الأهلي الأخطاء الزملكاوية، وادي هدف جميل. علي ممدوح استغل الخطأ من خط الظهر، وعلي ممدوح أطلق القذيفة المدوية تسكن الشباك، وهدف الأهلي الثاني. قول لحضراتكم هل يستثمر الزمالك؟ استثمر الأهلي بقى الأخطاء الدفاعية القاتلة من دفاع نادي الزمالك. ادي حضراتكم كريم أنور، الضغط كريم على طول. علي ممدوح بقى من لمسة واحدة، دي المهارة. علي ممدوح صقر يتألق ويسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة. اللاعبين الحقيقة اللي باذلين جهد كبير قوي في النادي الأهلي. كمال علي يفتح اللعب على طول. حسام عاشور، والانطلاقة لعماد النمر. عماد النمر رقم 12. علي ممدوح مقطوعة. محمد صابر زمالك إلى شيكابالا خلف رأسي الحربة باو واللاعب باباركو، ولكن تحركاتهم قليلة. على طول محمد صابر يلف العرضية ومكمل عمران من ناحية اليمين. سيطرة من الزمالك ومحاولة، ولكن عماد النمر على طول ضغط وقطع، وتطلع الكرة إلى خارج الملعب. أحمد عمران يلف كرة على القائم القريب، وتعدي الكرة الباو وجوه الجول. محمد باو يعيد الزمالك للمباراة ويسجل هدف الأول للزمالك. أحمد عمران عرضية عدت بقى الخطأ الأول لكمال علي وأحمد رشدي في هذا اللقاء، ومحمد باو وقف وحط، والكرة في الشباك، والهدف الأول للزمالك. والفرحة في المدرجات البيضاء. عدت الكرة بقى المرة دي، وادي باو بقى كرة حلوة قوي، التوقيفة والشمال عارفة سكتها رايحة فين، رايحة في المرمى. و2-1، 2 الأهلي 1 الزمالك. محمد باو يعيد الزمالك للمباراة. 2 الأهلي 1 الزمالك. قلت لحضراتكم في ضغط من الزمالك، لاعبين متألقين الحقيقة، لكن اللقب لفالنسيا والقمة للشباب. حتى الآن الأهلي متقدم. مجدي عبد المنعم إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. أدي علي ممدوح، لاعبين المميزين جدا. علي ممدوح أيضا صاحب هدف تاني جميل الحقيقة، يعبر عن مهارة واستغلال الفرص من هذا اللاعب. عماد النمر طرف الملعب الشمالي في النادي الأهلي. حسام عاشور، لمسة ولعب حسام عاشور مع علي ممدوح. علي ممدوح عدى وقدمه الشمال، والخطأ من الحارس وجوه الجول. الأخطاء القاتلة من عطوط عبد الحليم، والهدف الثالث لعلي ممدوح. بقول لحضراتكم لاعب مميز علي ممدوح، حط كرة حلوة قوي المرة دي الحقيقة يعني، لكن طبعا الحارس هنا خطأ قاتل عطوط. بقول لحضراتكم التوفيق وعدم التوفيق. ادي عطوط حط ايده باستهتار، لازم هو يبقى جسمه ورا الكورة، حط ايده الحقيقة. وعلي ممدوح كرة وتصويبة، يعني الحقيقة الكرة تعطي من يعطيها. علي ممدوح ادى الجهد وبذل يعني عطاء كبير في هذا اللقاء، وعطوط عبد الحليم تعامل مع الكرة بشيء من التعالي وبشيء من الثقة، ويضيع جهد زملائه في هذه اللحظات. 3 الأهلي 1 الزمالك. دي لقاءات القمة بقى.